لكم النهارده باغرب قصه ممكن تسمعها في تاريخ حياتك. فمبدئيا لو بتخاف بلاش تتفرج على الفيديو، ولو لسه مكمل معايا الفيديو فانا طالب منك انك تخش اوضتك، تنام على سريرك وتهدي الاضاءه، وانا هنزل لك بصوت المطر. احداث قصتنا حصلت في 2011، وبطل قصتنا هو عم جلال. كان في الوقت ده عنده حوالي 52 سنه، وكان عايش لوحده بعد ما زوجته توفت وبنته اتجوزت. عم جلال كان بيحس بالملل وفكر ان هو ينزل يشتغل، وفعلا لقى شغلانه في شركه مقاولات. الشركه دي كانت بتعمل مشاريع منفصله، يعني بتروح مكان تعمل مشروع معين وتدي اجازه، بعدها بكام شهر او كام اسبوع تتنقل لمكان تاني تعمل فيه مشروع. مش عارف قوي طبيعه الشغل، لكن هو كان دوره حارس. كان بيحرس المعدات بالليل في الموقع اثناء نوم المهندسين. وعم جلال كان بيحب شغله جدا لانه كان بيخليه يتنقل من مكان للتاني ويشوف ناس مختلفة. وفي يوم من الايام عم جلال جات له مأمورية في مكان بعيد. المنطقة كلها كانت منطقة زراعية، واقرب بلد ليهم على بعد تقريبا 500 متر. عم جلال بيبدأ شغله الساعة 12 بالليل بعد ما كل المهندسين تنام، ويقعد كده بقى مع نفسه يشغل الراديو، يسمع ام كلثوم، يسمع شوية قرآن، يصلي، يعمل كوباية شاي. المشروع كان مدته 10 أيام، وأول 6 أيام عم جلال ما لاحظش فيها أي حاجة. وفي اليوم السابع وتقريبا الساعة 3 ونص بالليل عم جلال شاف حاجة منورة من بعيد زي مصباح، شمعة، نار. فقام عم جلال من مكانه عشان يروح يشوف ايه سر الإضاءة ده. فضل عم جلال يقرب 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 لحد ما وصل مكان الإضاءة، بس اللي شافه عبارة عن تقريبا بطانية كده وشوية شمع منورين. عم جلال فكر ان هي دي كانت تقريبا يعني قعدة رومانسية ما بين واحد وواحدة، واستغرب يعني مين اللي تجيله دماغ ان هو يروح مكان زي ده. رجع عم جلال للموقع، وفي اليوم التاني شاف برضه نفس الشيء المضيء. قام بقى يجري عشان يلحق يشوف مين اللي بينور الحاجات دي ومين اللي بيقعد القعدة دي، لكن لما راح برضه لقى نفس الحوار، شمع وملقاش حد. في اليوم التالت بقى عم جلال كان مقرب من المكان قوي عشان اول ما يجي الناس دي يجري عليهم على طول. فضل عم جلال مستخبي ورا شجرة، وفعلا في حدود الساعة 3:30 بالظبط لقى واحد لابس جلابية غريبة ومعاه بطانية وبيفرشها ولسه بيولع الشمع. عم جلال جرى عليه، الراجل اول ما شافه فضل يجري وعم جلال يجري وراه، لكن عم جلال اتكعبل ووقع، واول ما قام ملقاش الراجل. رجع تاني للفرشة وقال انا هلم بقى البطانية والحاجات دي عشان الراجل ده ما يجيش هنا تاني. وهو بيلم الحاجة لقى خاتم كبير غريب. عم جلال مسك الخاتم كده واستغربه، هو خاتم لا ذهب ولا هو فضة، هو خاتم عادي بس غريب كده وعليه رسومات وفصوص. في اليوم اللي بعده وده كان اليوم العاشر اكتشف عم جلال ان ده اخر يوم ليه في الموقع ده. فقرر بقى ان هو يسيب البطانية ويسيب الحاجة للراجل. يعني قال لك خلاص بقى انا كده كده ما يلزمنيش الراجل ده يطلع حرامي يطلع اي حاجة، انا مش خلاص همشي من المكان ده. وفعلا ساب البطانية والكلام من ده، لكن نسى الخاتم في جيبه. روح عم جلال ودخل بيته، طبعا اخد شاور ونام وصحى تاني يوم الصبح. واول ما جه عم جلال عشان يشغل التلفزيون على اذاعة القرآن الكريم التلفزيون قفل فجأة. عم جلال مسك الراديو بتاعه وجا برضه يشغله على القرآن الكريم، الراديو قفل برضه بنفس القفلة الغريبة كده، طرقعه ويقفل. عم جلال قال ايه اليوم الجميل اللي باين من الاول ده، لكن ما اهتمش وقام وحضر الفطار وفضل يظبط شوية حاجات. وبدأ يغسل هدومه اللي كان بيستخدمها ايام الشغل. وهو بيكمل غسيل لقى الخاتم في هدومه يعني، فقال الله ده انا نسيت اسيب الخاتم ده لصاحبه. عم جلال حط الخاتم كده على الترابيزة وكمل غسيل عادي. وقبل ما الظهر يأذن عم جلال أخد التلفزيون والراديو عشان يروح يصلحهم، وقال هروح هتسيبهم عند الراجل واروح اصلي وارجع تاني اخد التلفزيون والراديو. فعلا عم جلال عمل كده، وبعد ما صلى الظهر رجع للراجل اللي بيصلح. الراجل قال له التلفزيون والراديو ما فيهمش اي حاجة شغالين. استغرب عم جلال وقال له يعني مش عايز فلوس؟ الراجل قال له لا طبعا. اخد عم جلال التلفزيون والراديو وراح البيت. فتح عم جلال التلفزيون لقى شغال، قال طيب الحمد لله. فضل بقى يقلب 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 لحد ما جت قناة لإذاعة القرآن الكريم. فجأة لقى التلفزيون بيطلع شياط وقام واقف فجأة. راح للراديو والراديو كان مظبوط أصلا على قناة القرآن الكريم.
واول ما شغل الراديو برضو الراديو راح مفرقع فرقعه كده وقام فاصل. عم جلال قعد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عم جلال اصلا يعني هو راجل بسيط بيصلي وبيتقي ربنا، لكن يعني مش بيؤمن بالعفاريت قوي او يعني بعيد عن المجال ده، يعني مش بينسب اي حاجه ان ده عفريت او ده كلام من ده. فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ايه اما اخش انام شويه، ودخل فعلا ينام. وصحى قبل صلاه العصر عشان يتوضى وينزل المسجد عشان يصلي. لكن وهو داخل عشان يتوضى لقى الخاتم اللي كان حاطه على الترابيزه. مسك الخاتم وقعد يبص له كده، لقى الخاتم عليه شمعه، يعني من فوق كده عليه حته شمعه كده لازقه. فحاول يطلعها بضفره ما طلعتش، فقام راح جاب ولاعه عشان يسخن الشمعه دي ويشيلها. واول ما قرب النار من الخاتم اتنطر من ايده، وعم جلال نفسه اتنطر بعيد. عم جلال لاول مره في حياته يحس بالخوف وان في حاجه مش مظبوطه، هو مش فاهمها، مش عارف في ايه. لكن عم جلال ربط الاحداث ببعضها وقال اكيد الراجل اللي هناك ده راجل مشعوذ او ليه في الاعمال والاسحار وكلام من ده، والخاتم اكيد مسحور. وقال انا مش لازم اسيب الخاتم ده في البيت ده تاني، انا لازم اتخلص من الخاتم ده بسرعه. حط عم جلال الخاتم في جيبه ونزل يصلي العصر، وقال لما نخرج من صلاه العصر هسال الشيخ، او لو ما عندوش اجابه للموضوع ده انا هاخد الخاتم ده ارميه في اي حته، ارميه في البحر، ارميه في الزباله، ارميه في اي حته. لكن عم جلال اول ما قرب من المسجد حس بانه كل جسمه بيقف، مش قادر يتحرك. حاول يعني يقاوم كده ويمشي شويه، ما قدرش، وفجاه اغمى عليه. صحى عم جلال لقى نفسه في بيته وجيرانه ملمومين عليه وبنته عنده والدنيا مقلوبه. عم جلال قال لهم هو انا هحصل لي ايه؟ الناس قالوا له ما فيش يا عم جلال، انت كنت رايح تصلي لكن ايه شكلك كان تعبان وقعدت واحنا جبناك هنا وندهنا بنتك وكلام من ده. بنته بقى بدأت تقول له يا بابا انت كبرت وتعال عيش معايا وما انتش عايزك تشتغل وخد بالك من نفسك واحنا ملناش غيرك والكلام ده. عم جلال قال لهم ما تقلقوش عليا يا جماعه، انا زي الفل الحمد لله، وقومي يا بنتي روح على بيتك، اكيد جوزك وعيالك محتاجينك. قالت له لا يا بابا ولازم افضل معاك. قال لها يا بنتي انا تمام، صدقوني يا جماعه انا تمام. ولما الناس جيران عم جلال شافوه واقف على رجليه عادي وبيتحرك والدنيا تمام، كل واحد بقى فضل يسحب نفسه لحد ما فضلت بنته. قالت له يا بابا انت متاكد ان انت كويس؟ طب تعالى اقعد معايا يومين. قال لها يا بنتي صدقيني انا تمام. واول ما بنت عم جلال نزلت، عم جلال مد ايده في جيبه ما لقاش الخاتم، يدور يمين يدور شمال ما لقاش الخاتم. قال الحمد لله جت من عند ربنا، اما اقوم بقى اتوضى واصلي العصر اللي ما صلتوش. واول ما عم جلال دخل الحمام علشان يتوضى، واول ما بدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، سمع صويت جامد في الشقه. قال يا ترى الصوت ده جاي منين؟ حد من الجيران؟ فتح الباب يبص من الشباك ما لقاش حاجه. قال لك اما ادخل اتوضى عشان اصلي. اول برضو ما دخل وعشان يبدا يتوضى سمع نفس الصويت وصريخ واصوات غريبه جدا. قعد عم جلال على الكرسي وبيبص جنبه كده على الترابيزه، لقى الخاتم في نفس المكان اللي حطه فيه الاول. عم جلال قال الخاتم ده سبب كل الكوارث اللي انا فيها، انا لازم اتخلص من الخاتم ده، بس مش هرميه من الشباك يمكن حد يلاقيه حرام، انا هروح ارميه في البحر. نزل عم جلال من بيته وكان في جيبه الخاتم، وهو ماشي في الطريق قابل الشيخ علاء. الشيخ علاء ده امام المسجد اللي كان بيصلي فيه عم جلال. الشيخ علاء وقف عم جلال وقال له انا سمعت ان انت كنت تعبان، انا اسف ان انا ما عرفتش اجيلك. عم جلال قال له لا والله انت جيت في الوقت المناسب. عم جلال بدأ يحكي حكاية الخاتم وازاي لقاه والمواقف اللي اتعرض ليها. بص له الشيخ علاء وقال له بص يا عم جلال، كل المواقف اللي انت حكيتها مفيش فيها حاجة خطيرة او نقدر نقول ان هي ما وراء الطبيعة، كل دي ممكن تكون صدفة او انت مكبر الموضوع. الشيخ علاء قال له انا اعرف واحد صديقي بيشتغل في الخواتم الفضة والصناعات اليدوية والكلام ده، وعنده خبرة كبيرة في الموضوع ده، تعال نروح له ونعرض عليه الخاتم وهو يقول لنا ايه قصة الخاتم ده. خد الشيخ علاء عم جمال للراجل صاحبه، والراجل صاحبه كان قاعد في محل قديم وهو كان راجل كبير في السن يعني. وروا له الخاتم، الراجل مسك الخاتم وقعد يبص فيه. الراجل فضل يبص لهم ويبص للخاتم ويفحصه ويبص لهم ويبص للخاتم ويفحصه. عم جلال قال له هو في ايه؟ قال له انت لقيت الخاتم ده فين؟ عم جلال قال له انا لقيته في منطقه زراعيه. الراجل بص له قال له مستحيل الخاتم ده تكون لقيته في منطقه زراعيه، الخاتم ده اصلا مش مصنوع في مصر، الخاتم ده مصنوع ب 12 معدن وفي معادن نادره مستحيل تكون موجوده في مصر.
وقال له انا ممكن اشتري منك الخاتم ده ب10,000 جنيه. عم جلال بص له وقال له بص، هي الفكرة مش فكرة فلوس، الخاتم ده ورا قصة. وبدأ عم جلال يحكي له المواقف الغريبة اللي حصلت له والخاتم ده معاه. الراجل العجوز قال له انا مصدقك، والخاتم ده جواه شر كبير جدا، وانا الوحيد اللي اقدر اخرج الشر ده منه. هنا اتدخل الشيخ علاء وقال له لا، فهمني بقى ايه الحكاية. الراجل العجوز قال له من الاخر كده الخاتم ده جواه جني. الشيخ علاء قال له ما تصلي على النبي في قلبك كده، جن ايه وخاتم ايه اللي جوه جني؟ هنا عم جلال اتدخل في الحوار وقال له بص، عليه جني مش عليه جني، انت خد الخاتم واتصرف فيه، لو تعرف يعني تصد شره صد شره، وانا عايز امشي، سلام عليكم. وخرج عم جلال من المحل وجا وراه الشيخ علاء. الشيخ علاء قال له طب ما تستنى نفهم. قال له يا عم انا مش عايز افهم، انا طول عمري بعيد عن المواضيع دي ومش عايز اتدخل في المواضيع دي. الشيخ علاء قال له انت فعلا عندك حق. عم جلال روح بيته ودخل ينام، لكن الشيخ علاء روح بيته وفضل يبحث عن الموضوع ده على الانترنت والكتب والكلام من ده. وفي الوقت ده الراجل العجوز خد الخاتم وطلع جري على بيته وكأنه لقى كنز. عدى على الحوار ده 10 أيام. في ال10 أيام ده عم جلال كان بيحلم بكوابيس فظيعة، أفاعي سود بتهجم عليه، وحوش بتهجم عليه، كان أحلام فظيعة جدا. لكن كان بيصحى ويستعيذ بالله ويتوضى ويصلي وما فيش أي مشكلة. في الوقت ده بقى الشيخ علاء جمع معلومات مهمة جدا عن استخدام الخواتم في السحر. وفي اليوم ال11 عم جلال حلم بكابوس فظيع جدا. حلم بالراجل صاحب الخاتم وهو بيهدده وبيقول له لو ما جبتش الخاتم انا هخلع عينيك من وشك. وكان شكله فظيع جدا لدرجة ان عم جلال صحى من الكابوس ده مفزوع ونزل عشان يقابل الشيخ علاء. لكن اول ما نزل الشارع شاف حكومة وبوكس وحاجات كتير كده. قال في ايه؟ سأل الناس في ايه يا جماعة؟ قالوا له ان الراجل العجوز اللي اخد منه الخاتم لقوه مقتول في شقته. عم جلال جرى للشيخ علاء وقال له عرفت اللي حصل؟ قال له البقاء لله. والشيخ علاء قال له على فكرة احنا مطلوبين في النيابة عشان التحقيق. عم جلال قال له التحقيق ايه؟ قال له ان الراجل مات مقتول، ما ماتش موتة طبيعية. عم جلال قال له مين اللي قتله؟ الشيخ علاء قال له لما هنروح هنعرف. طبعا الحكومة في الوقت ده كانت بتستدعي كل من كان ليه صلة بالراجل المتوفي، كل اللي زاره في الفترة الأخيرة، كل اللي كان بيتردد عليه، كل أصدقائه، كل جيرانه المقربين. وطبعا كان منهم الشيخ علاء. المشكلة إن الراجل ده مات موتة غريبة جدا. لقوا راسه منفصلة عن جسمه ولقوه متخرم، يعني الجمجمة بتاعته فيها ثقب كبير كده، وجسمه فيه ثقوب كبيرة. يعني حتى ما همش عارفين الآلة اللي مات بيها، يعني يعني ما فيش سكينة تعمل الثقب ده، يعني مات ازاي الموتة الغريبة دي. وبعد التحقيق مع الشيخ علاء وعم جمال طلعوا طبعا لانهم يعني اخر مرة شافوه كان من 10 ايام، وانهم مالهمش علاقة بالموضوع. كمان التحقيقات اثبتت ان الراجل ده دخل بيته من 10 ايام ما خرجش، يعني فضل 10 ايام ما فتحش المحل، فضل 10 ايام في بيته لحد ما اكتشفوا ان هو اتوفى بالشكل الغريب ده. كمان أداة الجريمة المستخدمة كانت عقبة في التحريات. هم مش عارفين ايه الأداة الجريمة المستخدمة، يعني الثقوب دي اتعملت منين. فأحالوا الجثة للطبيب الشرعي عشان يعمل تقرير عنها مفصل يعني. كمان لقوا في بيت المجني عليه أو القتيل لقوا بقى كتب سحر وجماجم وعظم من المقابر وكلام من ده. فعرفوا كمان ان هو اكيد كان شغال في السحر والكلام ده. عم جلال بعدها راح للشيخ علاء وقال له يا شيخ علاء، هو احنا السبب ان الراجل ده يموت الموتة دي؟ الشيخ علاء قال له بص يا عم جلال، انا هقول لك اللي انا عرفته عن الموضوع ده من خلال بحثي وقراءاتي وكده، ان كبار السحرة بيستخدموا الخواتم في تسخير الجن، وان الخواتم دي بتحمل قوة كبيرة جدا، لكن اللي يعرف يستخدم الخاتم واللي يعرف اسم المارد اللي عليه او الجن اللي عليه عشان يستدعيه ويطلب منه حاجات. راح عم جلال ودخل اوضته عشان ينام، لكن الكوابيس كانت بتزيد، والكوابيس كانت بمثابة رسائل لعم جلال من الراجل صاحب الخاتم الأصلي. الراجل كان دايما بيهدده، وفي حلم من الأحلام دي الراجل صاحب الخاتم جال عم جلال وقال له
لو ما جبتليش الخاتم انا هولع شقة بنتك بكرة. صح عم جلال مفزوع ومسك الموبايل بتاعه بسرعة يتصل ببنته ويطمن عليها. فضل يرن على بنته مش بترد عليه. فضل يرن مرة واتنين وتلاتة، بنته برضه ما ردتش عليه. عم جلال لبس بسرعة وطيران على بيت بنته، وأول ما راح هناك لقى مطافي والدنيا مقلوبة. في إيه يا جماعة؟ عرف إن بنته شقتها اتحرقت. قال طب بنت فين؟ قالوا له في المستشفى. جرى عم جلال بسرعة على المستشفى، والحمد لله لقى بنته وجوزها وابنهم يعني عندهم حروق خفيفة كده، بس هم اتخانقوا من الدخان. عم جلال قال لبنته هو ده حصل ازاي يا بنتي؟ قالت له والله ما اعرف يا بابا، انا صحيت الصبح لقيت النار مولعه في المطبخ، حاولت اطفيها لقيت النار مولعه في الصاله، صحيت جوزي وابني وطلعنا نجري بره البيت. قالت له لكن يا بابا انا بقالي فتره بحلم بكوابيس وحد بيهددني. هنا عم جلال دمع وخد بنته في حضنه وقال لها ان شاء الله ربنا يزيح عننا الغمه دي ان شاء الله. قالت له مالك يا بابا، هو في حاجه انت مخبيها عني؟ عم جلال قال لها لا مفيش يا بنتي، بس انا زعلان بس ان انا شفتك بالمنظر ده. عم جلال خرج من المستشفى وهو مقرر ان هو لازم يقابل الراجل صاحب الخاتم ده، لازم هو اللي يدور عليه ويعرف هو عايز منه ايه وازاي بيتواصل معاه في الاحلام بالشكل ده. عم جلال راح للشيخ علاء وقال له احنا لازم نلاقي الراجل ده، لازم نحل المشكله دي في اقرب فرصه. خد عم جلال الشيخ علاء وسافروا على المنطقه اللي كان فيها الموقع، وراحوا للقريه القريبه من المكان، وفضلوا يسالوا عن شخص بالمواصفات اللي عم جلال بيشوفها في احلامه. لكن اهل القريه كلهم محدش عارف حد بالمواصفات دي يعني. ما كانش قدام عم جلال الا ان هو يروح يستنى الراجل في المكان اللي كان بيشوف فيه زمان. فخططوا ان هم يفضلوا في القريه، ولما الساعه تيجي 12 كده يبداوا يتوجهوا للمكان البعيد اللي كان بيشوف فيه الراجل زمان. وفعلا الشيخ علاء وعم جمال استنوا الراجل من الساعه 1 لحد الساعه 3:30، وفي تمام الساعه 3:30 شافوا ضوء خافت جاي من بعيد. فضلوا يقربوا للضوء لحد فعلا ما شافوا الراجل كان مغطي وشه. الشيخ علاء قال السلام عليكم، لكن الراجل ما ردش ومد ايده، والراجل كان ايده قذرة جدا. عم جلال يعني مش عارف هو الراجل بيمد ايده يسلم ولا ايه، فحاول ان هو يمد ايده عشان يسلم عليه. الراجل ما سلمش عليه وحرك صوابعه زي ما بيقول له هات. عم جلال قال له بص اقسم بالله انا ما كان قصدي اخد الخاتم، ولما لقيت الخاتم ده وعمل لي مشكله واحد اخده مني والواحد ده مات، وانا ما اعرفش الخاتم فين دلوقتي، والحكومه عامله حظر على بيته لانها جريمه قتل، فانا ما اقدرش اساعدك. انا كل اللي عايزه منك انك تبعد عني وتبعد عن اسرتي. الراجل رد عليه بصوت مضخم كده مش صوت بشري وقال له 3 أيام والخاتم يكون عندي. الشيخ علاء قال له يا عم صلى على النبي، الراجل بيقول لك ان الراجل مقتول وما يعرفش الخاتم فين. هنا الراجل صاحب الخاتم اتسحب لورا، يعني ما كانش بيرجع لورا، لا بيتسحب كده زي ما يكون في رجله عجل. فضل يتسحب كده بطيء وفجأة بسرعة البرق اختفى من قدامهم. كل ده وعم جلال عمال يصرخ استنى استنى، والشيخ علاء عمال يهديه. عم جلال قال للشيخ علاء سيبني، احنا ما حلناش الموضوع كده، انا عايز اوصل لحل. الشيخ علاء قال لعم جلال انت مش شايف؟ انت متخيل ان قدامك ده انسان زينا؟ انت مش شايف ايده كانت عامله ازاي ولا صوته ولا شوف السحب ازاي؟ عم جلال قال له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ الشيخ علاء قال له تعال نروح دلوقتي واكيد الرساله هتوصل لك في الحلم زي كل يوم. عم جلال قال له وافرض اذوا بنتي هعمل ايه؟ الشيخ علاء قال له انت في ايدك حل تاني؟ عم جلال قعد يهرش في دماغه وقال له لا. الشيخ علاء قال له طب استهدى بالله وتعال نروح من المكان ده. وخد الشيخ علاء عم جلال وروح فعلا البيت. وفي اليوم ده الشيخ علاء قال له انا بات معاك بس انت في اوضه وانا في اوضه. اليوم ده عم جلال ما جالوش نوم، حاول ينام ما عرفش لحد ما النهار طلع. نام عم جلال وما حلمش بحاجه. وتاني يوم بالليل عم جلال حلم بافظع كابوس كان ممكن يتخيله. حلم بالراجل وبيقول له قدامك 3 أيام وموت بنتك لو ما جبتش الخاتم. جرى عم جلال للشيخ علاء وقال له لازم نشوف حل، بنتي هتموت، تعال نروح القسم ونشوف حصل ايه. الشيخ علاء قال له حصل ايه في ايه؟ دي جريمة قتل، انت عايز تحشرنا في جريمة قتل؟ عم جلال قال له انت عارف كويس ان دي مش جريمة قتل، وبعدين احنا بره الموضوع خالص،
احنا لو عمرنا دخلنا بيته ولا بصمتنا جوه ولا لينا علاقة بالموضوع. انا عايز بس اسأل الضابط على الخاتم. بنتي هتموت يا ناس، ولو ماتت انا عمري ما هسامح نفسي، هموت وراها. الشيخ علاء مع اصرار عم جمال فكر شوية وقال له بص، احنا هنروح ونحكي للضابط على كل حاجة وهي ورزقها. الشيخ علاء وعم جلال راحوا القسم وطلبوا ان هم يقابلوا الضابط، وقالوا له احنا من فترة لقينا خاتم وديناه للراجل اللي مات ده. الراجل شافه وقال له الخاتم ده انا عايزه، اداناهوله، لكن ما نعرفش ان الخاتم ده وراه لبخ وعفاريت وجان. الضابط سمع كلامهم كده وقال لهم بصوا، على فكرة التحريات والحاجات اللي لقيناها في الشقة عارفين ان الراجل ده كان ليه علاقة بالجن والعفاريت والكلام من ده، لكن انا مش فاهم انتوا عايزين ايه دلوقتي. عم جلال قال له ابوس ايدك انا عايز الخاتم، بنتي في خطر. الضابط قال له وضح لي اكتر. عم جلال حكى له على الكوابيس اللي بتحصل له واللي بتتحقق في الحقيقة، وان قدامه 3 ايام بالظبط لو ما جابش الخاتم بنته هتموت. الضابط قال له للاسف انا مش هقدر اساعدك، بس انا ممكن ادلك على حاجة تانية. مقتنياته كلها خدتها بنته، لان كل مقتنياته كانت عبارة عن خواتم وسلاسل واشياء يدوية، فانا ما اقدرش احدد الخاتم اللي انت عايزه، ما اعرفش انا اساسا شفته ولا لا، فانت ممكن تروح لبنته وتتواصل معاه. واداله عنوان بنته. خرج عم جلال والشيخ علاء من القسم، والضابط كان عامل احتياطاته كويس. هو سمع كلامهم بس كان شاكك هل ليهم علاقة بالجريمة، فبعت وراهم واحد يراقبهم. جرى الشيخ علاء وعم جلال على بيت البنت وقابلوها، لكن بنته كانت مريبة وقالت لهم لو عايزين الخاتم ده ادفعوا 100,000 جنيه. عم جلال قال لها وريني الخاتم، لو طلع هو هديك يا ست اللي انت عايزاه. طلعت له كل الخواتم اللي عندها، لكن للأسف مفيش ولا خاتم فيهم هو الخاتم اللي عايزه عم جلال. عم جلال قال لها ابوس رجلك، دي كل الخواتم اللي عندك؟ قالت له لا، في لسه خاتم واحد بس هو مش نحاس ومش فضة، مش قيم يعني، اكيد مش ده اللي بتدور عليه. عم جلال قال لها يا ستي وريهولي بس. دخلت اوضتها وطلعت بالخاتم، قالت له هو ده؟ عم جلال اول ما بص للخاتم هو ده. البنت قالت له لا، هات الفلوس الاول. عم جلال قال لها هديك اللي انت عايزاه يا ستي، بس نخلص من الحوار ده. هي مرضتش تديله الخاتم اللي مكتوب لها وصل امانه ب100,000 جنيه. كتب لها الوصل وخد الخاتم ونزل. اتجه عم جلال والشيخ علاء للمكان اللي بيقابل فيه الراجل، وفضلوا يستنوا لحد ما الساعه جت 3:30. وفعلا جه الراجل بشكله الغريب ومد ايده، وفي الوقت ده عم جلال اداله الخاتم. وفجأة لقى قوات امن محاصرة المكان، وتم القبض على الراجل ده، واثبتت التحريات ان هو على ذمة قواضي نصب واحتيال وشعوذة وكلام من ده. وتم الافراج عن عم جلال والشيخ علاء. الغريب في القصة بقى ان هما ملقوش الخاتم، لا مع الراجل المشعوذ ولا مع عم علاء ولا مع عم جلال لحد دلوقتي. الأغرب كمان إن عم جلال بعدها ب8 شهور توفى في حادث عربية، وكان للأسف عينين الاتنين مش موجودين. تصبح على خير.